السلام عليكم الجنود، اهلا وسهلا بكم. مبارك المغربي كيحييكم من طنجة للقويرة. شعارنا الثابت: الزروطه في الشياطه. الاصدقاء، بغيت نهضر لكم في هذا الفيديو هذا بعض المعلومات اللي كتعلق ب العلاقات المغربيه الروسيه. كتعرفوا بان واحد العلاقه حميميه، علاقه حب كتجمع النظام الروسي او روسيا بصفه عامه، كتجمعهم مع مخلفات الحرب الباردة، مخلفات النظام الشيوعي اللي كيتكون في كبرنة فرنسا اللي هي الحكومة الخرخورية. هاد العلاقة اللي كتجمعهم هي علاقة المصلحة في اتجاه واحد. الاتجاه الواحد عرفتوا شكون اللي كيستافد من شكون اللي كياكل من شكون، وشكون اللي كينهب من شكون. اذا روسيا اليوم كتعطي واحد الصفعه الى النظام الخرخوري. روسيا كتعطي واحد الصفعه الى حكام المراديه. وهاد الصفعه شنو هي؟ اعترافها بطريقه غير مباشره مثل الاتحاد الاوروبي بمغربيه الصحراء وبالحدود البحريه المغربيه الممتده على طول المحيط الأطلسي من طنجة إلى حبيبتنا القويرة. هذا الاعتراف هو كاين منذ 1992، ماشي هو وليد اليوم. منذ 1992 وحنا كتجمعنا مع روسيا اتفاقيات للصيد البحري. واليوم صوتنا على الاتفاقية رقم 8. يعني منذ 1992 حتى اليوم صوتنا على الاتفاقية رقم 8. علاش هذه الاتفاقية بالضبط عندها خصوصيات؟ لأنها كتجي في واحد الوقت اللي ولا العالم قرية صغيرة، ولا العالم كيعرف بأن الأخبار ما بقاش كتخبى. كان النظام الخرخوري كيخبي على الشعب الجزائري وعلى المحتجزين في مخيمات الظل والعار بأن روسيا تدعم الشعب الصحراوي، روسيا تدعم المرادية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، روسيا تدعم المرتزقة في مخيمات الظل والعار، روسيا تدعم المحتجزين. كل هذه كانت فقط بروباغندا إعلامية للدولة الخرخورية، وفي نفس الوقت سياسة لروسيا لمواصلة نهب الخزينة العامة. باش تعرفوا أيها الجزائريون بأن هذيك القضية اللي عندكم في جنوب تندوف المحتلة راه هي في صالح الجنرالات باش يسرقوا البلاد وباش يسرقوا الخزينة العامة ديالكم فقط. روسيا باش تعرفوا انتم ايها الشعب الجزائري بان حب روسيا للجزائر ليس حبا في الجنرالات، ليس حبا في الشعب الجزائري، ليس حبا في مرتزقات البوليزاريو، ليس حبا في المحتجزين في مخيمات الذل والعار، لا، حبا في خزينتكم العموميه وهي كتعمركم بالخردة الروسيه وكتدي الدولارات. انتم الشعب الجزائري قولوا لي شنو عمركم ديتوا من روسيا؟ انتم يا الجزائر قولوا لي شنو عمركم ديتوا من روسيا شي استثمار يكون تحت قاعده رابح رابح؟ انتم يا الجزائريين يا الدول الجزائريه قولوا لي اش ديتوا من روسيا من تكنولوجيا ولا من استثمار اللي خدموا فيه الجزائريين او لا شيء. اجوا تسمعوا العلاقات اللي كتجمع روسيا مع المملكه المغربيه ما فيهاش هذيك القضيه ديال مصلحه واحده، اجي بيعي لينا وسيري، اجي دي الدولارات وسيري، اجي دي الاوروات وسيري. لا، نبدا لكم قبل ما ندخل لكم في يعني اتفاقيه الصيد البحري اللي كتصفعكم وكتصفع النظام الخرخوري ديالكم وكتصفع بوليزاريو الجزائر. كتعرفوا بان روسيا في 2016 وبالضبط في مواد مارس 2016 لما زار محمد السادس بصره الله روسيا، تم التوقيع بين محمد السادس وفلاديمير بوتين على أكثر من 16 اتفاقية تعاون. كتخص الطاقة، كتخص الطاقة المتجددة، كتخص الصناعة، كتخص غير الميادين الحيوية.
بلا ما نهضروا على الاتفاقيات التبادل التجاري وتبادل الخبرات وتبادل يعني بالخصوص في ميدان الفلاحة. عام من بعد يعني في أكتوبر 2017 كيجي ديمتري ميدفيديف إلى المملكة المغربية، كيتلاقى بسعد الدين العثماني في الرباط، وكيمضيو على 11 اتفاقية. 11 على 16 هي 27 اتفاقية في ظرف سنتين. هذه الاتفاقية ماشي ديال شراء الأسلحة ولا الخردة الروسية نجي نستوكيوها في الصحراء باش نقولوا للشعب حنا راه كنشرو السلاح ولكن في الحقيقة حنا كنسرقوا الدراهم. لا، اتفاقيات لا علاقة لها بالتسليح. اليوم تم الاتفاق على يعني اتفاقية الصيد البحري. هذه اتفاقية الصيد البحري اللي كيعرفها المغرب والعلاقة ديالو بها مع روسيا منذ 1992. آخر اتفاقية صوتوا اللي سيناو عليها كانت كتعلق بالفترة 2016-2020. 2016 و 2020 كملت في المواد مارس 2020. هذه 8 شهور او 9 شهور باش تقادت هذه الاتفاقيه، ولكن تعطلوا في انهم يسينوا عليها لظروف الكوفيد وظروف الحظر الصحي وظروف اغلاق الحدود وكل شيء هذا. لكن كانت المشاورات متواصله، لان كل عام الاتفاقيه كيتجددوا البنود ديالها. اللي جانا من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في واحد البلاغ صحفي أنها نظرا للقيود اللي فرضتها وباء كوفيد 19 عقدوا طرفين جولات كثيرة من المناقشات عبر تقنيات المحادثات المصورة، يعني في الفيديو، قبل ما يتفقوا على قبل ما يسينيو يعني اتفاق نهائي، باش ما يجيو الشياتين ويجوا اعداء الوحده الترابيه واعداء المملكه المغربيه يقول لك لا روسيا راه كتستغل في المغرب. سمعوا اشنو كاين في الاتفاقيه باش تعرفوا بان المغرب، روسيا تستفيد، المغرب يستفيد، وعندما اقول المغرب يستفيد الخزينه المغربيه كتستفيد والشباب المغربي كيستفيد والصيد البحري المغربي كيستفيد. الاتفاقيه الجديده غادي تمشي على 4 سنين، واللي كيجي فيها ان روسيا عندها الحق تستعمل 10 ديال البواخر الروسيه لصيد الاسماك السطحيه، ماشي الاسماك في اعماق البحار، الاسماك السطحيه يعني الصغيره، دوك الحوت الصغير في المياه المغربيه، وما تجاوز انها تدخل في اعماق البحر اكثر من 15 ميل في الحسابات البحريه. وكتنص كذلك هذه الاتفاقيه على التعاون العلمي والتعاون التقني باش المملكه المغربيه تتبع وترصد النظام البيئي للاسماك السطحيه الصغيره في المياه المغربيه بين المعهد الوطني. هذا الاتفاق تيكون بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، وكذلك يسمحوا الطلبه المغاربه، اسمعوا مزيان، يسمحوا للطلبه المغاربه بالاستفاده من منح التدريب في المؤسسات الروسيه المتخصصه في الصيد البحري. اسمع يا جزائري، اسمع انت اللي كتهز الشكوره تاع الاوروط ديال الدولار ديال روسيا وتجيب السلاح، ويوفر لنا النشاط ديال السفن الروسيه في المياه المغربيه فرص عمل للصيادين المغاربه ب 16 بحار لكل سفينه في جميع الاوقات. يعني دوك 10 السفن كل سفينه يكون فيها 16 بحار مغربي في جميع الاوقات، يعني 24 ساعه على 24 ساعه. وقال لك ستحدد اللجنه قال لك المشتركه التي ستجمع قبل بدء انشطه الصيد البحري الحصه التي ستمنح للسفن الروسيه برسم السنه الاولى من الاتفاقيه، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الاسماك السطحيه الصغيره في المخزون. كما ستحدد جميع الاجراءات التقنيه والترتيبات الماليه لتنفيذ الاتفاقيه. وتنص هذه الاتفاقيه كذلك على مساهمات ماليه كبيره كتكون من تعويض مالي سنوي يتمثل في استغلال الموارد والرسوم السنويه، وكذلك الرسوم التنظيميه لهذه الاتفاقيه هذه. وكذلك تنص هذه الاتفاقيه على وجود على كل سفينه مراقب مغربي واحد
باش يراقبها واش كتصيد فقط الحوت الصغير، باش يراقبها واش كتصيد فقط يعني الاسماك السطحيه، واش ما كتفوت 15 ميل في اعماق البحار المغربيه. اذا الى جينا نقارنوا هاد الاتفاقيه هذه مع العلاقه اللي كتجمع روسيا بالجزائر، ليست هناك مقارنه اصلا. هنا بغيت نقول لكم بان دائما الكلام ديال مبارك المغربي، هناك اطراف عديده وعديده جدا لا تريد الحل للصحراء المغربيه، لانه هذا الصراع اللي خلقوا المقبور بومدين، شكون اللي كيستافد منه اليوم؟ كتستافد منه الدول العظمى ومنها روسيا، اللي من نهار نقلب بومدين على بن بله وهو يركع ويسجد لروسيا. يحسبون نتوما من الانقلاب البومدياني الى يومنا هذا شحال نهبت روسيا من الخزينه الجزائريه بسبب الصراع ديال الجماعه الخارجه عن القانون، الجماعه الانفصاليه، الجماعه الارهابيه بوليزاريو. عيقوا فيق يا جزائري. اما روسيا كتنهب منكم نتوما، وفي نفس الوقت تعاملاتها مع المغرب تعاملات تجاريه عاديه، تعاملات دائما تحت قاعده رابح رابح. وانتم كتجي عندكم تقول لكم ايه الصحراء الغربيه، ايه بوليزاريو، شرو السلاح، تسلحوا هاكو الخرده هاكو، اروا الدولارات، ودوك الدولارات كتجي تستثمرهم في المملكه المغربيه كما كتدير لكم توتال كتجمع البترول من عندكم كتجي تبيعوا وكتجي تستثمروا في المملكه المغربيه. وانتم يا زواليين لكم الله ولكم الفلوكات، لكم الله ولكم البوطيات، لكم الله ولكم الطابورات، لكم الله ولكم الحراش. مبارك المغربي يقول لكم: عاشت المملكة المغربية بقوتها وبعظمتها وبعلاقتها مع كبار الدول، على العلاقات المبنية على رابح رابح وعلى الاحترام المتبادل. عاشت الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.